فيلمنا بيبدأ مع الطفل تي اس واخوه التوأم عايشين مع عيلتهم في مكان هادي جدا وعندهم مزرعة. تي اس طفل مهووس بالعلم وبيحضر محاضرة علمية عن الفيزياء والآلات المعقدة. بيسمع الدكتور وهو بيتكلم عن اختراع آلة ما بتقفش ومستمرة في الحركة. الآلة دي المفروض تولد طاقة من غير ما تحتاج لأي مصدر خارجي. تي اس بيتحمس جدا لكلام الدكتور وبيقرر إن هو اللي هيخترع الآلة دي. بتعدي فترة وبيجيله تليفون من ميس جيبسون، مسؤولة في المعهد العلمي الكبير لمدينة واشنطن. بتكلمه بخصوص البحث العلمي اللي عمله عن اختراع العجلة المغناطيسية، وبتبلغه إنه فاز بجائزة بيرد المرموقة وإن حفل تسليم الجوائز بعد أسبوع. تي إس بيرفض إنه يحضر الحفلة وبيقول لها إنه مش هيبقى فاضي. بيخرج يكمل شغله في المزرعة، وأخته جريسي بتسأله مين اللي كان بيكلمه. بيقول لها صحفية عايزة تعمل معاه مقابلة وهو رفض. جريسي ما بتصدقش كلام أخوها وبتعامله كأنه طفل غبي ومش فاهم. جريسي كل حلمها إنها تسيب المزرعة وتعيش في مدينة نيويورك الزحمة، لأنها بتكره العيشة اللي والده جابرهم عليها وبتتمنى حياة تانية خالص بعيد عن هنا. والدها راجل كاوبوي بيعشق حياة الخيول وشغل المزارع، مهتم جدا بالحصانة بتاعته لدرجة إنه محول أوضة المعيشة لمتحف حيوانات متحنطة. راجل قليل الكلام وما بيتكلمش مع حد إلا للضرورة، حتى مراته الدكتورة كلير ما بيفتحش معاها مواضيع وكل واحد فيهم في عالم لوحده. كلير دكتورة حشرات ومقضية وقتها كله في الأبحاث العلمية، بتحاول تثبت وجود حشرة نادرة اسمها تايجر مانك ومهملة في بيتها وعيلتها. تي اس هو اللي كان بيساعد والدته دايما في رسم الحشرات وكتابة الأبحاث. أما أخوه التوأم فكان بيحب يتفرج على والدته وهي بتطبخ. أخوه توفى بسبب طلق ناري حصل جوه الحظيرة. محدش في العيلة بيتكلم عن الحادثة ولا عن اللي حصل في اليوم ده. تي اس بيرجع من المدرسة ووالده بيطلب منه يساعده في شغل المزرعة. بيبقى عارف إن والده كان بيتمنى لو هو اللي مات بدل أخوه. بيحس بكده لأن أخوه كان شبه والده وبيحب الصيد. تي اس بياخد قرار مفاجئ إنه يهرب من البيت ويروح المعهد يستلم الجايزة. بيبدأ يخطط لمسار الرحلة ويحدد الخريطة اللي هيمشي عليها. بيجهز شنطة فيها هدومه وأدواته العلمية وشوية أكل عشان يكفوه في السفر. بيتحرك من البيت الساعة 4 الفجر في الضلمة عشان محدش يشوفه وهو ماشي. بيكتب رسالة وداع لعيلته ويطمنهم عليه ويقول لهم إنه هيرجع لهم بسرعة. بيحط شنطته على عربية أخوه القديمة وبتبدأ رحلته. وهو ماشي بيشوف والده راكب عربيته ومعدي جنبه، بس والده ما بياخدش باله منه. بيوصل لمسار القطر ويطلع فوق الإشارة العالية عشان يوقف القطر اللي جاي. بينور كشاف الإشارة باللون الأحمر، فالسواق بيفتكر إن في عطل وبيوقف القطر. تي اس بينتهز الفرصة ويركب في عربية بضاعة ويستخبى وسط الحاجات اللي فيها. القطر بيبدأ يتحرك ناحية واشنطن. بيطلع جهاز لاسلكي وبيتخيل إنه بيكلم أخوه وبيحكي له عن مغامرته، وبيقول له إنه أخيراً بقى حر وقدر يسيب المزرعة. بيجي الليل والقطر بيقف وتي اس بيحس بالجوع وعايز ياكل أي حاجة. بيلاقي قدامه عربية هوت دوج كان نفسه يدوقه من زمان، بس والدته كانت بتمنعه. بيشتري سندوتش قبل ما القطر يتحرك تاني وبيكمل طريقه. بيقابل عامل في السكة الحديد وبيبدأوا يتكلموا مع بعض عن الحياة والسفر. بيحكي له إن عصفور صغير خبط في شباك بيتهم ومات ليلة ولادته حسب كلام والدته. العامل بيحكي لتي اس قصة مؤثرة عن عصفور كان خايف جدا من برد الشتاء وطلب من كل الأشجار إنها تخبيه وسط أوراقها، بس كله رفض يساعده. شجرة الصنوبر هي الوحيدة اللي وافقت تحميه وتدفيه من التلج والرياح الشديدة. عشان كده ربنا خلى ورق الصنوبر ما بيوقعش أبدا ويفضل أخضر طول السنة. تي اس بيشكر العامل وبيروح يلحق أكلة الهوت دوج بتاعته. بيشوف 2 ضباط شرطة بيسألوا عن طفل هربان من مزرعة. بيعرف إنهم بيدوروا عليه، فبيهرب بسرعة ويرجع يستخبى في القطر. بياكل الوجبة اللي كان بيحلم بيها وبيفتح مذكرات والدته اللي أخدها معاه. بيكتشف إن والدته كتبت إنها قصرت في حقه جدا بعد موت أخوه، وإنها انشغلت في أبحاث الحشرات عشان تهرب من الحزن على ابنها. أخيراً القطر بيوصل لمدينة شيكاغو وتي اس بينزل وهو شايل شنطته التقيلة. بيخبي الشنطة الكبيرة في صندوق كهرباء وبياخد الحاجات المهمة بس في شنطة صغيرة. وبيقابل شرطي بيحاول يوقفه ويسأله عن أهله. تي اس بيهرب من الشرطي بذكاء وبينط من فوق جسر عالي عشان يختفي من قدامه. بيتخبط في جنبه وهو بينط وبيحس بوجع جامد، بس بيقرر يكمل مهما حصل. بيقف على الطريق ويطلب مساعدة من العربيات اللي رايحة واشنطن. بيقابل واحد اسمه راكي سواق عربية نقل وافق إنه يوصله. بيوصل المعهد ويدخل يقابل ميس جيبسون.
الموظفة بتتصدم لما بتعرف إن المخترع العظيم مجرد طفل عنده 10 سنين. ميس جيبسون ما بتصدقش في الأول غير لما بيبدأ يشرح لها فكرة العجلة المغناطيسية. بتاخده فورا للعيادة عشان الدكاترة يكشفوا عليه ويطمنوا على الجرح اللي في جنبه. بتتصل بالمدير وتبلغه إن العبقري تي إس طلع طفل صغير. الدكتور بيطمنهم إن تي إس كويس. بيعملوا له تقييم في المعهد وبينبهروا بمستوى ذكائه. تي إس بيحضر الحفلة الكبيرة وبيتم تنفيذ اختراعه وعرضه قدام الجمهور. الكل بيبدأ يهني تي إس على عبقريته واختراعه اللي هيفيد البشرية كلها. بيطلع على المسرح عشان يقول كلمته ويشكرهم إنهم ملغوش الجائزة لصغر سنه. وفي نهاية كلمته بيقرر يعترف بسر مخبيه. بيعترف للكل إنه كان السبب في موت أخوه. بيحكي إنه كان بيعمل بحث علمي عن الطلق الناري وعلاقته بالموجات الصوتية. حصلت مشكلة في البندقية والطلقة اتضربت وأخوه مات قدام عينه. وبيوصف لحظة الرعب لما استخبى في الحمام عشان كان خايف من صوت الإسعاف. بيخلص كلمته وينزل من المسرح والكل كان في حالة صدمة من شجاعته. والدته الدكتورة كلير بتكون موجودة وبتسمع كل كلمة قالها. أخبار تي إس بتنتشر في كل مكان وبيبقى حديث الصحافة في العالم كله. بيطلبوه في لقاءات كتير وبدأوا يستغلوا قصته عشان يحققوا مشاهدات عالية. تي إس بيظهر في برنامج تلفزيوني ومعاه والدته. المذيع بيسألها عن إحساسها لما ابنها اختفى وساب البيت. بتقوله إن كل واحد في العيلة كان بيعبر عن خوفه وحزنه بطريقة مختلفة. منهم اللي فضل قاعد وسط حيواناته ومنهم اللي غرق في أبحاث الحشرات بتاعته. وبتقوله إن موت أخوه ما كانش غلطته والكل كان عارف إنها حادثة. تي إس بيطلب من والدته إنهم يمشوا ويرجعوا المزرعة تاني. بتوافق على كلام ابنها وبتضرب مديرة المعهد لأنها كانت بتستغل ابنها. والد تي إس بيظهر فجأة وبيضرب المذيع الرخم عشان يسيب عيلته في حالهم. بيشيل ابنه على كتفه وبيمشوا كلهم في طريقهم راجعين للبيت والمزرعة. تي إس بيسأل والده هو ليه ما وقفوش لما شافه يوم السفر. والده بيقول له إنه ما شافهوش ولو شافه كان رجعه فورا. وبعد فترة الحياة في المزرعة بتتغير وكلير بتبقى حامل في طفل جديد. وجريس أخت تي إس تقبلت حياتها في المزرعة وبقت سعيدة وراضية وسط عيلتها. والفيلم بينتهي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.